خابي لام واحد من اشهر تيك توكرز في العالم، واللي قدر يوصل لاكثر من 160 مليون فولورز في تطبيق تيك توك في مده وجيزه، بحيث انه عنده في شين يوتيوب اكثر من 12 مليون سبسكرايب، والكونتنت ديالو عباره عن كوميديا يعني كيضحك الناس. فكيفاش قدر يتحول من شخصيه محبوبه وكل شيء كيبغيه لمتهم بالعنصريه وصافي كل شيء قلب عليه، وكيفاش خابي وصل لهاد الشهره بزربه، وكيفاش طاح ليه التفاعل وكل شيء نساه. كاع هاد الشيء وكثر غادي نتعرفوا عليه في هاد الفيديو. فقبل ما نبداو ما تنساوناش بلايك وتابوناو في القناه باش نوصلوا ل 1000 مشترك قبل ما تدخل 2026. ونخليكم مع الفيديو. خابي لام هو الاصول ديالو من السنغال ولكن عايش في ايطاليا، واللي بدا تيك توك سنه 2022 في البدايه ديال كورونا، بهدف انه يحسن الوضع المادي ديالو، حيتاش كانوا عنده ديون وعايش نهار بنهار. واول شهر ليه في تيك توك ضرب 100 الفيوز و10 الفولور، ولكن خابي لام ما غاديش يوقف هنا، بل قدر يضاعفهم ل 10 وكثر بسبب النشر اليومي اللي كيدير. فراه كينشر 6 7 الفيديوهات في النهار، ولكن كاع هاد المجهودات اللي كيدير فراه ما غاديش يتشهر. والسبب هو انه في ذاك الوقت كان كيدير فيديوهات بالايطاليه، وفاش شاف خابي لام هاد الشيء غادي يقرر يدير واحد الخطوه ذكيه، واللي هي ما يبقاش يدوي في الفيديوهات ديالو. يعني العالم كله يقدر يفهمو غير من الاشارات اللي كيدير، بحال هايد ديال شارلي شابلان شحال هادي. فراه غادي يبقى هكا بحكم الحجر الصحي ما كاين ما يدار، غادي يبقى يبوستي يوميا، وهنا غادي يطلع طلعه صاروخيه، واللي غادي يلقى واحد التفاعل اللي كبير في الفيديوهات اللي كيشاكازم يفهم على الناس. وهذا الشيء بلا ما يدوي غير بالاشارات. المهم في واحد النهار خابي لام غادي يبوستي فيديو من بين تبعات الفيديوهات اللي كيبوستي في النهار، والصدمه غادي تكون فاش غادي يطلع الفيديو فايرال ديال بصح وغادي يضرب 200 مليون مشاهده. يعني خابي طاح على القالب، وهذا الشيء اللي دار في هذا الفيديو غادي يولي يديرو في الفيديوهات اللي ولا كينتشر، وبهذا الشيء قدر يتحول من مليون متابع ل 70 مليون متابع في 3 شهور. وبطبيعه الحال وكما كتعرفوا على السوشيال ميديا، كل ما كتزيد الشهره ديالك وكيعرفوك الناس اكثر كيتزادوا الهيتر، يعني الناس اللي ما كيبغيوكش وكيحقدوا عليك بلا حتى شي سبب. وهذا الشيء اللي غادي يطرى لخابي لام فراه كل شيء غادي يحقد عليه. بنادم كيقول كيفاش وصل ل 70 مليون متابع دغيا، زيد عليها انت كحل كيفاش حتى طلعتي بزربه. وهنا خابي غادي يجاوبهم في ستوري انستغرام واللي قال فيه لا للعنصريه، يعني اعتبر كاع هاد المهاجمات اللي ضده عنصريه. وهنا تيك توك كله تقلب ضده وكل شيء ولا كيهاجم، وكاين منهم اللي ولا كيكليب بفيديوهات ديالو وكيحطهم في تيك توك، واللي فيهم خابي لام كتنمر على الناس واللي كانوا فيديوهات قدام، بحال هاد الفيديو اللي كتنمر فيه على الجسم ديال هاد البنت. وماشي غير هاد البنت، فراه غادي تنمر على بزاف ديال الناس. وبهذا الشيء خابي لام غادي يخسر اكثر من مليون فولورز في قل من شهر، وفي واحد النهار غادي يخسر نص مليون فولورز في نهار واحد. وبسبب هاد الحمله الكبيره اللي طرات ليه، خابي غادي يتحول من واحد كينشر 6 7 الفيديوهات في النهار لواحد كيبوستي مره في الشهر، وتحولوا الفيديوهات ديالو من 200 مليون 400 مليون مشاهده في فيديو واحد المليون نص مليون مشاهده، وكل شيء نساه في مره. وحاليا خابي لام بعد بزاف على تيك توك وتلاح للعالم ديال التمثيل، والدليل هو انه بان في فيلم باد بويز. وباختصار هذه هي القصه ديال خابي لام، من الشهره والعالميه حتى ولا حتى واحد ما كيعرفو. وهكا كيكون الهيترز ديال خابي لام وصلوا للهدف ديالهم. وانتوما ما تنساوش تعطيونا الاراء ديالكم في هذا الشيء اللي طرا لخابي. المهم الصيام حتى لهنا كنكون وصلنا لهذا الفيديو ديالنا. ما تنساوناش بلايك وتابوناو في القناه باش نوصلوا ل 1000 مشترك قبل ما تدخل 2026. كان معكم العارق والسلام عليكم.